شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل النهاردة بقى الجمبري بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا، وكمان سريعة ما بتاخدش وقت خالص. وكمان هقولك ازاي تعملي منها شوربة جمبري بخطوة واحدة وبكل سهولة، وطعمها هيبقى لذيذ جدا زي اللي بتاكليها في المطاعم برا بالظبط واحلى كمان. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول مكون معانا طبعا هو الجمبري. تقدري تستخدمي اي حجم تحبيه سواء صغير او وسط او كبير، اللي متوفر عندك اعمليه. في طاسة بقى على النار هحط مكعبين من الزبدة، واول ما يسخنوا هنزل بالجمبري وهديله كده تشويحة وهقلب فيه شوية كده. وطبعا لازم الزبدة تكون سخنت كويس علشان لما نحط فيها الجمبري ياخد صدمة بسرعة وما ينزلش مية منه. ودلوقتي نزلت بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وهقلبها كده مع الجمبري. هو ما بياخدش وقت خالص يا جماعة، 5 دقايق وبيبقى استوى. طبعا لازم نخلي بالنا من التسوية علشان لو اخد سوى زيادة عن اللازم هينشف ويجلد ومش هيبقى لطيف خالص. اول ما يبدأ يغير لونه كده هنبدأ نتبله. انا هتبله بملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، توم بودر، بصل بودر، وبابريكا. بس هي ديت البهارات اللي احنا هنحطها وهنتبل بيها. هنقلبه كده بقى مع التتبيلة دي لمدة دقيقة واحدة، وبعدين هنديله رشة كده من البقدونس وهنديله تقليبة سريعة كده، وبعدين هنشيل منه بقى شوية كده. ده استوى وبقى جاهز على الاكل. تعالوا بقى مقولكم هنعمل الشوربة ازاي. سيبنا شوية كده في الطاسة، حطينا عليهم معلقة كبيرة من الدقيق ومكعب زبدة وقلبناهم كده مع بعض لحد ما الدقيق ريحته طلعت كده، وبعدين ضفنا كوباية من المية وهنقلب. هنلاقي كده ان الخليط بدأ يتقل معانا زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا هنا القوام بقى تقيل ازاي. هنضيف بقى كوباية من اللبن، وممكن طبعا تضيفوا كريمة زي ما تحبوا. هنقلبها بقى كده كويس، وطبعا لو احتاجت لبن تاني ممكن نضيف لها. فاحنا حطينا كوباية في الاول وبعدين ضفت نص كوباية تاني من اللبن لحد ما وصلت للقوام ده. خلي القوام خفيف مش تقيل عشان هي كل ما بتقعد شوية هتلاقيها تقلت معاكي. هو بقى ده القوام المظبوط بتاعها. وممكن كمان تعملي بديل للكريمة اللي هي كوباية لبن وعليها معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي، هتبقى كريمي وحلوة معاكي قوي. وانا استخدمت اللبن بس والشوربة طلعت كريمي وحلوة قوي بصراحة، مش محتاجة كريمة ولا حاجة. شايفين بقى السهولة ازاي عملنا الجمبري وكمان عملنا الشوربة في نفس الطاسة وبنفس الطريقة. زودنا بس الدقيق والمية واللبن وحولناها لشوربة جمبري، طعمها تحفة ولذيذة قوي. بصوا بقى شايفين الحلاوة. حطيت كده الشوربة في الطبق وعليها كام واحدة كده من الجمبري. هنا بقى كان الصوص تقيل شوية علشان هي بردت شوية. تقدري طبعا تقدميها بأي شكل تحبيه، وطبعا هي بتتقدم سخنة علشان لو قعدت هتتقل معاكي. فلو هتستني شوية عليها مش هتقدميها على طول، ممكن بعد ما تيجي تقدميها تسخنيها وتحط عليها معلقتين لبن او معلقتين مية، هتبقى حلوة معاكي. واحلى حاجة بقى انها سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص، وكمان عملنا وصفتين احلى من بعض وفي خطوة واحدة بس، وكمان في طاسة واحدة بس. وهنا بقى انا قدمت الجمبري اللي احنا عملناه في الاول مع المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة طعمه حلو قوي. تقدري طبعا تستخدميه مع الرز، مع اي حاجة تحبيها او تغمزيه كده. هو بصراحة طعمه لذيذ قوي، وكمان شكله تحفة زي ما انت شايفة كده. بجد لما تجربوا الطريقة دي هتنبهروا بيها من حلاوتها وجمالها.
لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ويلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.